هاد الاسئله اللي غادي نشرحو 100% واكيد غادي تحط يوم الامتحان. الى عجبك الشرح ما تنساش دير لايك ودير متابعه الى كنتي اول مره كتشوف هاد الفيديو. كنسوق بسرعه 50 كيلومتر في الساعه. مسافه الامان كافيه. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. مسافة الأمان ما كافياش إلا كنت غادي ب50 كيلومتر في الساعة، لأن مسافة الأمان ديال 50 كيلومتر في الساعة كنضربو العشر في 6، 5 في 6 30. هي مازال ما وصلتش للبوطو أو العمود الكهربائي الثاني، وأنا وصلت للأولاني. إذا بين الأول والثاني 30 متر، هي مازال ما وصلتش للثاني، فلهذا ما كاملاش 30 متر بيناتنا. إذا الجواب جوج. تجاوز. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. نشد اليمن. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو جوج ثلاثة. ما نتجاوزش ونشد اليمن، لأن هناك عربة في الخلف ديالي راه كتبان لي في المرايا دايرة السينيال باش تجاوزني، وقلنا القاعدة كتقول إلا بغيت تجاوزني شي عربة كنحافظ على السرعة وكنشد اليمن. إذا الجواب جوج ثلاثة. باش نتوقف في هذا المكان واجب عليا نخلي أضواء الوضع مشعولين. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. ماشي من الواجب عليا نخلي اضواء الوضع مشعولين، لحقاش المدينه ضاويه، والا كانت المدينه ضاويه ماشي من الواجب عليا. فوقاش من الواجب عليا الا كانت المدينه يعني الاناره ضعيفه فيها او منعدمه. اذا هنايا الاناره كاينه، ماشي من الواجب عليا. الجواب جوج. في هذا المكان يمكن لي نقوم بإنزال الراكبين اللي معايا. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. نوقف دقائق قليلة. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو جوج ربعة. هذا المكان فيه العلامة ديال المحطة ديال الحافلات، وفاش كتكون المحطة ديال الحافلات أو محطة الطاكسيات التوقف والوقوف ممنوعين، بمعنى أن الرويد ما خصهمش يوقفوا. إذا الجواب جوج ربعة. يمكن لي السير بلا أضواء. الإجابة واحد. بأضواء الوضع الإجابة جوج. بأضواء التقابل الإجابة ثلاثة. الجواب الصحيح هو ثلاثة. قلنا في الدروس أن إذا كانت أحوال الجو سيئة كنستعمل التقابل والضو ضبابة القدام والضو ضبابة الخلف، إلا إلا كانت الشتاء كنستعمل تقابل والضو ضبابة القدام. وشنو هي الأحوال السيئة؟ ضبابة، ثلج، شتاء، أعجاج. في هذه الصورة عندنا العجاج، إذا خصني نمشي بأضواء التقابل. يمكن لي نتجاوز هذا الراجل. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب الصحيح هو جوج. ما يمكنليش نتجاوز هذا الراجل، لأن هذا الراجل غادي في وسط الطريق، ما غاديش جنب الطريق. لهذا إلا كنت باغي نتجاوزو خصني نخلي مسافة جانبية قانونية. هذيك المسافة اللي غنخليها اللي ما تقلش على متر غادي تدفعني أنني غنصدم على الخط المتصل والطريق عامرة من الاتجاه المعاكس. إذا الجواب جوج. ندوز بسرعة الإجابة واحد. ننتظر هاد العربة تدوز الإجابة جوج. الجواب الصحيح هو جوج. ننتظر هاد العربة تدوز لأنها من العربات ذات الأسبقية. الإسعاف، سواء الإسعاف أو الدرك أو الشرطة أو الإطفاء، فكنسهل لهم المرور وكنعطيهم الأسبقية إلا كانوا في حالة استعجال. إذا الجواب جوج. نبه بإشارة ضوئية. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. نقص من السرعة. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب ربعة. الجواب الصحيح هو واحد ثلاثة. هاد الراجل غادي معنا في الطريق، ما غاديش فوق الرصيف. إذا نبهو بإشارة ضوئية باش يخرج من الطريق ويمشي فوق الرصيف، ونقص من السرعة كذلك. وإلا ما بغاش يخرج من الرصيف نضطر أنني نوقف. إذا الجواب واحد ثلاثة. ندوز الإجابة واحد، نوقف الإجابة جوج. الجواب الصحيح هو واحد. كيف ما كتلاحظوا العربة اللي خارجة لي من اليسر هي من الشاحنات ذات الأسبقية، شاحنات الإطفاء،
ولكن ماشي في حالات استعجال ما شعلاتش المنبهات الضوئيه. فهاد الحاله كتبقى بحالها بحال العربات الاخرين. اذا ندوز، لو انه شعل الضوء ديك الساعه نوقف ونسهلها المرور. اذا الجواب واحد. باش نتجاوز هاد الراجل نخلي مسافة ما تقلش على 50 سنتيمتر الإجابة واحد، متر الإجابة جوج، متر ونصف الإجابة 3، جوج الأمتار الإجابة 4. الجواب الصحيح هو جوج. نعاودو نذكرو بالقاعدة: إلا بغيت نتجاوز راجل أو دراج أو حيوان كنخلي مسافة جانبية ما تقلش على متر، وإلا بغيت نتقابل معاهم كنخلي مسافة ما تقلش على جوج الأمتار. في هذا السؤال عندي حالة ديال التجاوز، إذا نخلي مسافة ما تقلش على متر. الجواب جوج.